افتقدنا رابع عرضنا ورات يا بلادي والصلاه والوادي. يعني ما خسرنا في لندن وشلينا يا طول العمر وفزنا في لندن، ما بتخسرنا في المنام هني، ان شاء الله بنشلها اليوم ان شاء الله. العراقيين اخواننا واحنا نقول لهم ان شاء الله الفوز. سواها عمر، خلاكم تتقدمون بالهدف الاول، ارتاحت النفسيات نوعا ما. ضامنين ان شاء الله 3-1 ان شاء الله، ان شاء الله 3-1 ان شاء الله. متحمسين وايد اليوم. ضامنين الفوز ان شاء الله، ضامنينه. 2-1 2-0 1 ولا 0 2-0 0 3-1 ماشيين حلوين ان شاء الله. الى الان انت متقدم، المباراه ما خلصت. ان شاء الله 3-1 متوقعين 3-1 ان شاء الله باذن الله. 3-1 ان شاء الله. هاي توقعكم ان شاء الله. بس ابى اقول كلمه، عموري ولدنا، عموري ولدنا، واحنا واليمن شعب واحد. ابى الرساله هاي توصل، عموري ولدنا. هدف، هدفين وثلاث واربع، وبنرقص اليوم، اليوم رقص، اليوم صباحي. الامور كل شيء على ما يرام، ومنتخب الامارات ماشي، وان شاء الله طالعين بالفوز والكاس مودين الامارات. العراق ما راح يسكت، يعني اكيد المباراه لحد الحين فيها شوي. العراق فريق ولقيمته ولكل شيء، بس منتخب الامارات هو المنتخب الاول في كل المنتخبات. ان شاء الله الحمد لله، ان شاء الله منصورين 2-0 باذن الله. 2-0 ان شاء الله باذن الله 2-0. مو متخوفين؟ بعدنا مباراه ان شاء الله. عيال زايد ونعم فيهم. ما في خوف. ما في خوف. عمر الزين ما له امان، ولد عبد الرحمن، لان كرة القدم تعطي. لا زالت المحاولة مستمرة والكرة في منطقة الجزاء، اساس ملعوبة. دقائق مع نهايه الشوط الاول، متقدمين بهدف، ولكن الامور يمكن بالنسبه لكم لا زال في قلق. هذا لا شك فيه، ونحن نتمنى ان شاء الله ان مستوانا يظل، مستوى فريقنا يظل محافظ عليه، ونتمنى ان شاء الله يجيب هدف ثاني حتى يريحنا اكثر. والله تنشن، مشدودين، على اعصابنا جالسين. الجمهور مثل ما تشوف الامارات ما تنفي احد، الجمهور كله موجود في الملعب. كلنا احنا متوقعين هدف، لان الشباب متفائلين، والشباب ان شاء الله يابوا جول واحد، وهذا دافع للجول الثاني ان شاء الله، وبنيبه. مسيطرين على اللعب ولاعبين فيهم لعب، واخر شيء هم معصبين يكسرون، ما لهم امل. هم اللي معصبين، ما لهم امل. هني حاطينه وكاس سنين وشالينا ورابعين باليوم ان شاء الله باذن الله، شالينا ورابعين بالامارات ان شاء الله. كاسو وما اقول ما نقص عليك، يعني اقول لك احنا يعني مش خايفين او هذا، لازم يكون في قلق وهذا، لكن ان شاء الله بعزة الرحمن ان اليوم الفوز اماراتي ان شاء الله. والله منتخب العراق قوي، بس الفريق الاماراتي بعد اقوى، ونحن واثقين فيه ان شاء الله، والكاس بنشيلها ان شاء الله اليوم. كرة فيها محاولة ملعوبة، تسديدة قوية. لمصلحة المنتخب العراقي، تسديدة قوية، سلام، تصدي وابداع في كرة ماضية. احمد خليل يبدو بأنها ترك تضييق من عبد احمد خليل، كرة في منطقة الجزاء، محاولة تسديدة، جول.
إذا فريق العراق الآن يحرز هدف التعادل في آخر 10 دقائق. أعتقد أن الوضع يمكن بالنسبة للجمهور الإماراتي الآن بات محبط نوعا ما. تسجل هدف في مرماكم، تعادل العراقيين، أعتقد أن أموركم بدأت تتصعب لأن الحماس الآن راح يكون عند العراقيين أكثر منكم. لا إن شاء الله ربنا بيخلصونا الحين، بيخلصونا. صعبة لحد الحين أنت متفائل أن الإمارات ممكن تفوز؟ إن شاء الله بيفوزون. الصراحة تأثرنا وايد، ما كنا نتوقع أن العراق يبون الجول على آخر لحظة، والله ما نتوقعها. يعني في آخر 10 دقائق يبون عليكم تعادل. دقائق إيه والله. يا رب أتمنى من الله أن ناخذ الكاس ونرفع راس أبونا خليفة يا رب العالمين. يا رب لا تردنا الإمارات خايبين يا رب العالمين. لقينا هاي اللعبة بس الخير جاي ترى إن شاء الله بعد الوقت باقي، وإن شاء الله بالكاس نرد بالكاس إن شاء الله. أملنا إن شاء الله بنرد بالكاس. لسه باقي امل، يعني انا متوقع 2-1 وان شاء الله بتحقق 2-1 مع تطور الكره الاماراتيه. إن شاء الله بني بالثاني، شيء وقت إن شاء الله. كرة فيها خطورة، دخول إلى المنطقة، جول 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 جول! إسماعيل يفجر غضبه في شباك نور. سواها الأبيض من جديد، تقدمتوا مرة ثانية. الحمد لله واثقين من الفوز. أقول لك نحن ما جينا من الإمارات عشان نرجع بدون كاس، الكاس راح نجيبه، الكاس بنجيبه غصبا عنهم. بنخذل هالجمهور ما بينخذل كله يعني عشان كاس. وبقول له شيء للجمهور العراقي، هذا جيل مستحيل، البطولة خذناها، باي باي عراقي. هاي لهم عيال زايد، هذه شجاعة عيال زايد، نحن دومنا رقم واحد. البطولة الإماراتية، البطولة. فرحة كبيرة يا مشعل، فرحة كبيرة 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 بالهدف الثاني. الكاس جبناه. الله يبارك فيك واشكر الجماهير بعض الدول اللي ساعدونا. واول شيء هذا ما يغرب على منتخب الامارات، واحنا جايين البطوله هذه بطولاتنا، البطوله بطولاتنا. مبروكين، الف مبروك. الله يبارك فيك. هذه المره كاس الخليج لعيال زايد، هذا كله بتعب اللعيبه ومجهود المدرب. صراحه الشباب ما قصروا، ادائهم الصراحه من بدايه البطوله كان يبين انهم اللي بياخذون البطوله، والحمد لله اخذناها. كل يوم فرحانين، اكبر فرحه اليوم. تستاهلون الفوز. الله يخليك حبيبي، يستاهلون الشباب، يستاهلون. هذا المنتخب نحن راهنين عليه من زمان. هذا المنتخب ما في مثله، ما جاء مثله من فتره طويله، من ايام عدنان طلياني وربعه. هذا المنتخب هو المنتخب الاساسي اللي نحن جينا له من بلادنا لهني، ما اهتمنا لاي شيء، وعارفين الكاس حقنا. البطوله لنا هذه، البطوله لنا الحمد لله يبناها. هارد لك للعراقيين ومبروك لعيال زايد. ولنا كيف عايشت المباراه؟ عايشنا الاعصاب مليون كتوف، الصوت ما شيء، الجمهور هذا كله، والنش نطير ونحل يعني. لكن الحمد لله يعني. تعبنا بس الحمد لله حصلنا شيء، بعد التعب راحه، حصلنا الكاس جايين نشله. ما نتعب، نحن نتعب. نحن نتعب ما نتعب. حرقنا اعصاب بس، حرقنا اعصابهم لين اخذ دقائق. قلنا هالشبك بيهتز، قلنا لهم هالشبك بيهتز، اشتلهم، قلت لهم هالشبك بيهتز وهتز ان شاء الله. الحمد لله صوتنا راح من كثر ما نصارخ من اول المباراه لين الحمد لله بيضوا ويانا الشباب. تعبنا ما راح البلاش، تعبانين من امس ما راقدين. نقول الحمد لله
لا بس اعصابنا راحت خلاص. تعبتوا؟ ماشي اعصاب. اعصاب ماشي والله. والله مباراة مجنونة بين الفريقين الصراحة. اي والله. بس متعة كانت. اوف اكيد، المنتخب الابيض يلعب، اكيد متعة. وسواها عيال زايد ورجال ابو سلطان خليفة. سواها. مبروك 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 شعبنا، مبروك الامارات، شعب الامارات، مبروك خليجي 21 اضافة لخليجي 18. ما في شيء كلام اقوله، ما في تعبير نقدر نعبر عنه. الفرحة كبيرة جدا، بس نقول مبروك 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 ولله الحمد والشكر. شكرا عموري، فديت روحك يا عموري. بيض الله كفو والله، بديت خصومكم 1-1. الفوز نهديه لشيوخنا وحكامنا وللاعيب وللجمهور كلهم الموجودين اللي جايين متعنين من ابو ظبي ومن قطر من الكويت ومن كل مكان جايين يشجعوا الامارات معانا. مثل ما نعرف منتخبنا ومدربنا مهدي علي ما قصر واعطانا مثل ما نحن نعطيه هو اعطانا كل شيء. بنصر بالامان والطلب العليا وصل وانت البطل واحنا معك وانت معك احلامنا الوطن وباسم احلامنا يا منتخب يا بطل وسر يا منتخبنا. هذه هي الحلقة الأخيرة من برنامجكم الجماهيري فضفض. كنا معكم ونقلنا الصورة، نقلنا التفاصيل، نقلنا الأفراح، الأحزان، ردة الفعل في المدرجات. حقيقة أنا أتمنى أن نكون وصلنا لقلب كل شخص في كل مكان. أكيد وراء هذا الشغل ناس عملوا بصمت وعملوا بتعب وكانوا يسرون الليالي على أساس يظهرون هذا البرنامج بالشكل المطلوب. أنا حقيقة اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أني أشكر معد البرنامج العزيز يعني صبري البغدادي، وأيضا المونتير سامي عماري حقيقة، وكل المصورين اللي كانوا موجودين معنا. أشكر جمال الحسيني، أشكر حماد العبيدي، أشكر أيضا الزميل حمد الشملان. كل هؤلاء كانوا موجودين معاكم حقيقة من أجل ماذا؟ من أجل أن تظهر الصورة كما رأيتموها، وإن شاء الله نتمنى أن نكون وفقنا، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في النسخة القادمة بحول الله في البصرة في بغداد في بطولة كأس الخليج، نتمناها متميزة. في النهاية لكم تحياتي أخوكم الصغير مشعل الشمري، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في المستقبل، وإلى اللقاء.